صباح الفل. اهلا بيكم حلقه جديده من على الكنبه، كنبه سمر. النهارده هنتكلم عن ايه؟ انا وما يؤذيني. كان في ستيكر كده بيبقى كوميك بيجي، كان بيضحكني قوي، اللي هو اتنين حاضنين بعض قوي يقول لك انا وما يؤذيني. بس هو الحقيقه ما طلعش مجرد دعابه او كوميك بيضحك. ده على راي احمد امين، هو المرار بيزيد ليه. بتكلم عن العلاقه دي. قصة حبي. حتة حته قصة يا قصه بنت. حب. قصة يتعلم منها العشاق. نار نار الأشواق يا الاشواق. بنت أنا تاشي. وبقالها قد ايه يا اخويا بقى القصه دي؟ يعني ساعتين 3 كده يعني. يا خبر اسود، كل الفيلم الهندي ده على ساعتين؟ ساعتين بس إيه، بطعم شهرين 2 سنين. دي لازم يا اخويا بتموت فيك بقى اللي انت غرقان لشوشتك فيها دي. ولا ما تعرف تعرفش اسم. اسمي أصلا. ولا تعرف اسم. بتكلم عن دي، عن العلاقة البايظة، التوكسيكو. العلاقة اللي كلها كل يوم خناقة، وعلى الفاضية وعلى المليانة، وإهانة وتجريح وتخلص في الآخر في إيه؟ يا بت وحشتيني. وأنا وإنتي وناهد وكلنا عارفين إن هي بايظة، وإنتي مكملة عادي. مش شرط تكون الأذية دي ضرب أو إهانة واضحة. ساعات بتكون بالتجريح، بالأذى، بإن زي السم في العسل كده، تكسير، كلام يقلل منك، إن البسطرة طول الوقت سخن وساقع، حلو ووحش، خناقة وبعدين اعتذار وأنا ماليش غيرك، ظهور واختفاء. تحسي ان طول الوقت ماشيه على قشر بيض، انت خايفه، انت مش مطمنه. هي تبان ان هي حب، بس هي في الحقيقه استنزاف، واحده واحده، شد وجذب طول الوقت. تبقي مش فاهمه حاجه، ولا عارفه انت مين، ولا عايزه ايه. المؤذي ده مش دايما صوته عالي، ساعات بيبقى هادي، وبيقوم بالاذى ده بهدوء، لدرجه ان انت تشكي في نفسك. هل انا حساسه بزياده؟ طب هل انا بيتهيألي؟ ما بتبقيش عارفه مين فيكم اللي صح. مع الوقت تلاقي نفسك بتتقلصي في العلاقه وبتصغري، مع ان المفروض ان انت العلاقه دي تديكي مساحه ان انت تبقي مرتاحه وتكوني نفسك وتكوني احسن. لحظه ادراكك تخليكي عن العلاقه دي وتسميتها باسمها الحقيقي احسن كتير من انك تفضلي موجوده فيها وانت بتتاذي باسم ان انت مسميها حب. سميها باسمها يا حبيبتي، سميها باسمها، حط الحاجات في مسمياتها. وسميها باسمها عشان هي واضحه زي الشمس. هي بس المشاعر متوهجه، مغميه عينيكي شويه. استعني بصديق، اسالي اصحابك، اصلا كل اصحابك تلاقيهم مسمينك المهزأه، بس انت بترجعي عادي. لو مش عارفه تعملي ده لوحدك، اسالي حد متخصص. مش هتكلم بقى. وقفت براري اللي هو بيعمله. يعني كل ما يغلط ويرجع يعتذر بتبرري، اصل هو كان مضغوط، اصله عنده ستريس في الشغل، اصل مراته ضغط عليه. بهزر طبعا. اصله مش فاضي يرد. اسرائيل وايران ردوا على بعض في وقتها، فاللي عايز يعمل حاجه هيعملها. فشوفي الحقائق وسميها بمسمياتها، وبصي الحقيقه في عينها، وتعاملي على الاساس ده، وما تحكيش عن نفسك. بالنسبه للحته بتاعت مراته ضغط عليه، انا قصدها بالنسبه للمتجوز نو، مش صح، بنبصلوش، غلط، وحش. المتجوزه ما بنبصلهاش. نتكلم في العلاقات. كده كده العلاقات بقى اللي تبقى شبه دي اساس التوكسيكو واساس العلاقات البايظه. كل واحد فيها بيدور على حق عند التاني، هو اصلا ملوش حق. شوفي النمط المتكرر، ما تخليش اللحظه الحلوه تعمي عينيكي، يعني او تخدعك. يعني حبه فوق وحبه تحت، حبه مطنش وحبه معاكي، حبه مش فاضي وحبه بيرد. انت دايما حاسه ان انت بتسالي هو في ايه. انت كده مش في علاقه مستقره، دي علاقه بايظه، انت مخطوفه. ها، اهربي بسرعه، اهرب يا سيمبا. طبعا مش كل العلاقات بينفع نمشي منها. انا بتكلم طبعا لو هي علاقه عاطفيه، انما في علاقات بتبقى اهل، اخوات، ازواج، ومش هينفع يسيبوا بعض، اصحاب، شغل. العلاقات دي مش بينفع نمشي منها. بتبقى هي مش هتنتهي. ففي شويه حاجات بنعملها. ارجعي لنفسك اول حاجه وشوفي انت كنت فين وبقيتي فين، انت بطلتي ايه عشان الناس دي، انت نفسك الحقيقه فين ومحتاجه ايه دلوقتي. حطي حدود، عشان الحدود اول نفس للحريه. ايه شكل الحدود ديت؟ انت اللي بتحدديها حسب المساحه عندك. المهم تكون حدود انت مرتاحه فيها. وقفي النقاش الجارح. الله اكبر، الله اعظم، لا ستر الله. وقفي النقاش الجارح. يعني اوعي تخشي مع حد في نقاش توكسيك،
لانك هتعلقي محاليل يا حبيبتي وصحتك خساره. فوقفي النقاش فورا. التحرر هنا بيبقى بالصمت والانسحاب. انا وضحت مره اتنين خلاص، عسل قوي كده عشان صحتك زي ما قلنا. سلامتك يا حبيبتي، الف سلام عليكي، بعد الشر عليكي يا روحي. ما تعلقيش محاليل عشان حد، انسحبي بهدوء، تعملي الحدود بتاعتك. تعرفي انت محتاجه ايه. ادام وضحتي خلاص ما تثبتيش لحد حاجه. خدي قرار. انا اولا شوفي نفسك قادره على ايه ومش قادره على ايه، وكل ده في حدودك انت. خدي بالك يعني من تفاصيلك، قللي مشاركه تفاصيلك لما حد يكون مؤذي عشان بعد كده ما يستخدمش التفاصيل دي. وقفي النقاش الجارح. احنا قلنا نوقف النقاش الجارح مع اي حد مش مستوعب، عشان صحتك وسلامتك النفسيه. ارجعي تاني لنفسك، ارجعي واحده واحده لنفسك وشوفي حياتك واهتماماتك والحاجات اللي بتحبي تعمليها. ما تحاوليش ان انت تغيري من حد ولا تثبتي لحد حاجه ولا اي حاجه خالص. التحرر من العلاقات المؤذيه مش بيبقى لحظه، ده هو قرارات صغيره بتاخديها واحده واحده عشان تخرجي من الدايره المؤذيه دي، تصنعي دايره امان لنفسك بنفسك. خلي بالك على نفسك وحافظي عليها. خلي بالك على نفسك وحافظي عليها. بلاش نلقى ما يؤذيني اقول له انت ما يؤذيني بالحضن يا جدع. لا، ناخد بالنا من نفسنا ونشوف ايه اللي بينفع لينا. ما نخليش المشاعر تغلب على المؤذي واللي مش مؤذي لصحتنا وسلامتنا. واشوفكم في فيديو تاني من على الكنبه، كنبه سمر. يلا اتكلوا على الله.